قصة من بدايتها أن هيثم كان يشتغل عند مستثمر عماني في محافظة المهرة. اشتغل هيثم عنده لفترة طويلة ما يقارب 3 سنوات، وفي فترة من الفترات تزوج هيثم وأراد أن يجيب أهله عشان يعيشوا مع بعض. كلم صاحب العمل وقال له أنا بجيب أهلي بنجهز بيت وكذا. المهم جهز بيت، وكان البيت متكون من 3 غرف. سأله هيثم ليش 3 غرف؟ قال الغرفة الأولى لك، والغرفة الثانية لأختك، والغرفة الثالثة لي. فهيثم استغرب ايش دخل أختي في الموضوع. قال والله شوف يا هيثم أنا أباك تزوجني أختك. هيثم قال له أنا ما أنا ولي أمرها، ولي أمرها خالي. بعد ما تواصل مع خالها ووافق خالها، ولكن كان بشرط، والشرط أن يكون الزواج علني ورسمي وموثق من وزارة الخارجية. لكن العماني المستثمر رفض، لأن وظيفته لا تسمح له الزواج بالأجنبية. رفض الزواج ورفضوا وانتهى الموضوع. جلس فترة هيثم مع هذا اللي يشتغل عنده. بعد فترة من الفترات جلى عنده قال اسمع زوجني أختك تزوجنيها. جاب له الجوال وأعطاه الجوال. لما شاف هيثم الجوال وإيش فيه تفاجأ من المصايب والصور والفيديوهات الموجودة في الجوال. كان الجوال مليان صور لهيثم. من فين جات هذا الصور؟ هيثم في يوم من الأيام مرض وأسعفه هذا اللي يشتغل عنده، وصور له صور ومقاطع يتقطع لها القلب. فلما شافها هيثم انصدم مرة، قال خلاص بشوف أموري وبشوف وضعي وبرد عليك خبر. مباشرة هيثم تواصل مع أخوه، قال له أخوه خلاص ما عليك، احنا بنسوي له خطة نأدبه، نسحبه لا مكان ونأدبه عشان ما يكرر نفس هذا الغلط. قال له خلاص أنا جايب أختي لهنا بيتم الزواج، أباك تستقبلنا للطريق. لما جابه شافوا إنه معه أخوه. قال إيش جابها أخوك لهنا؟ قال والله بس أخوي بيطلع معنا لقدام لهناك وبينزل له، لأنه جديد في العمل وندور للشغل وكذا. طلع معه وراحوا للمكان. لما وصلوا لمكان معين مباشرة نزلوه من السيارة وضربوه، وقدر الله أن أخو هيثم اعتدى عليه حتى فارق الحياة. أخو هيثم هرب طبعا. بقى هيثم في موقعة الحادثة. أخذه للمستشفى وطلع منه الخنجر. أخذه للمستشفى وبصماته على الجثة، بصماته على الجثة وعلى الخنجر. لما وداه للمستشفى مباشرة قبضوا على هيثم، أخذوه للتحقيق، طلعت بصماته على الجثة. مع وجود هذه الأدلة حكمت المحاكم، أصدرت الدولة في المهرة حكم أن هيثم محكوم عليه بالقصاص، لأن الأدلة تدل على ذلك وتنص على ذلك. ومع المحاولات القبلية والحكومية والوساطات، أسرة المجني عليه رفضوا التنازل ورفضوا قبول الديه، حتى أن بعض أهالي المهرة قال أنا أتكفل بالديه مهما كان قيمتها. ما يقارب 5 أو 6 سنوات مسجون بعد هذا القضية. تدخلت القبائل، تدخلت الحكومة، ولم يقبلوا أهل الميت إلا بالنفس. كانت له لحظات وصور ومقاطع فيديو كثيرة منتشرة في السوشيال ميديا قبل تنفيذ الحكم بلحظات وبدقائق معدودة. لحظات أقسم بالله أنها تفطر القلب. تم تنفيذ الحكم فيه وهو صائم، أكمل صيامه عند الله سبحانه وتعالى. قال يا جماعة الخير أنا لازم قبل تنفيذ الحكم لازم أصلي ركعتين في ساحة الإعدام، أصلي في الساحة أمام الجميع. كان هيثم رحمه الله لما نفذوا في حكم الإعدام يقص لنا قصته زميله ورفيقه. لما نفذوا في حكم الإعدام وأطلقوا الطلقة الأولى صاح بأعلى صوته وهو يشهد وهو ينطق الشهادة. أحد أخوانه وأولاد عمه قال هيثم، مباشرة هيثم نظر إليه كذا، أول ما نظر أعطاها الطلقة الثانية، انكظم، جاءته الكظمة وآثار الطلقة الثانية، وانتقل إلى رحمة الله. ونسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، وأن يجعل هذه المعاناة التي عاناها رفعة له يوم القيامة، وأن يلاقي كل مظلوم بأعماله.